لقاء صعب اتضحت صعوبته أكثر في الشوط الثاني من هذه المباراة. مباراة ديربي يا محمد طبيعي أن يكون فيها الأداء متقارب والنتيجة متقاربة، ولكن الغير طبيعي هو الهبوط الكبير اللي في مستوى ليفربول الشوط الثاني عن الشوط الأول. هذا الرتم بشكل غريب. كان شوط أول مثالي من ليفربول اتكلمنا عليه وعلى الأداء والتحركات والفرص والأهداف، ولكن الشوط الثاني حصل تحول في أداء إيفرتون وأداء ليفربول. هبط الأداء زي المباريات اللي فاتت، مش عارف ده نتيجة الأداء البدني وضغط المباريات اللي خاصة الفريق لعب يوم الأربعاء قدام أتلتيكو مدريد، مباراة برضو بدنية ومباراة قوية. الشوط الثاني تحسن جدا أداء جريليش يا محمد، وظهر يعني مطابق للإحصائيات اللي اتعرضت قبل المباراة كتاني أكتر لاعب صناعة للفرص وواحد من أفضل اللاعبين في هو كان وراء هذا الهدف. هو اللي صنع الهدف ده، وحتى الفرصتين الخطيرتين اللي أضاعهم إيفرتون كان هو اللي وراهم. نشيط جدا في الجبهة اليسرى، ثم إن التراجع اللي حصل لأجنحة ليفربول في المساندة الدفاعية يا محمد ووسط الملعب، كل ده ضغط ليفربول، ودي حالة بتتكرر كتير مع ليفربول. فهو محظوظ طبعا بالانتصار في النهاية اللي هو المهم، إنما مباراة ديربي والمكسب والمحافظة على صدارة الدوري هو الأهم لسلوت ولاعبي ليفربول. تراجع ليفربول الذي تحدث عنه الكابتن وائل، في رأيك عبد العزيز راجع لقرارات سلوت ورغبته في المحافظة على الفوز أم أداء وتألق إيفرتون في الشوط الثاني؟ يعني شيء من الجانبين، لكن هذه أنا تحدثت عنها بين الشوطين، بأن تأتي هذه اللحظات وهذه الفترات بالنسبة لليفربول في المباراة من الفترات التي يضغط فيها بشكل مستمر. شاهدت مساحات كثيرة لليفربول، شاهدت أخطاء كثيرة في التمرير، شاهدت خسارة للكرات من قبل لاعبي ليفربول، ولكن في نفس الوقت علينا لا ننسى بأن قبل يومين فقط لعب مباراة دوري أبطال، فالأمور صعبة مع عندنا نقول بداية موسم مباريات كثيرة، فلا يجب أن يعني الأهم بالنسبة لليفربول هو حصد النقاط، وهو ما يحدث مع ليفربول، حصد النقاط. إيفرتون كان أفضل في الشوط الثاني، كانت لديه فرص، ضغط بشكل أكبر، لكن لم ينجح في تسجيل أي هدف. جريليش بكل تأكيد كان النقطة المحورية بالنسبة لإيفرتون، كان دائما يخرج الفريق عن طريق جريليش في عملية صناعة الفرص وحتى في عملية التسديد. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن ليفربول قدم أداء جيد، إيفرتون قدم أداء جيد. ليفربول شوط أول ممتاز، شوط ثاني كان يريد أن يحافظ فيه على النتيجة، ومع الضغط اللي واجهه من إيفرتون قدم أداء دفاعي جيد واستطاع أن يخرج بالنقاط. الأهم هو حصد النقاط، ليس الأداء في الفترة الحالية، لكن بكل تأكيد بأن تخرج في أول 5 مباريات من الدوري بعلامة كاملة، فأنت بكل تأكيد خطوة للأمام بشكل أكبر للمنافسة بشكل رسمي على اللقب. طبعا أذكركم الآن مشاهدينا الأعزاء بمجموعة من المباريات تلعب في توقيت واحد على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قدم، بعد أن شاهدنا معكم أولى مباريات هذه الجولة الخامسة التي انتهت في ديربي الميرسيسايد بفوز فريق ليفربول على إيفرتون بهدفين لهدف واحد. إليكم مجموعة من المباريات تلعب في نفس التوقيت. برايتون يستضيف توتنهام، بيرنلي يستضيف نوتنغهام، ويست هام يستضيف كريستال بالاس، وولفرهامبتون يستضيف ليدز يونايتد. مع التذكير بأن لقاءنا الرئيسي لهذا الاستوديو سيكون من الليغا مع مباراة فريقي ريال مدريد وإسبانيول، المباراة التي تقام بين الفريقين مع وصول الآن حافلة ريال مدريد إلى ملعب المباراة هناك في سانتياغو برنابيو. مع التذكير بأن ريال مدريد وإدارة الفريق منذ العام الماضي قررت عدم بث لقطات الإحماء الخاصة بالفريق بسبب خلاف بين ريال مدريد وبين الليغا، لكن في هذه اللحظات تشاهدون وصول لاعبي ريال مدريد إلى ملعب المباراة مع أكيد كؤوس كثيرة جدا لأكثر الأندية على مستوى العالم تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا ب15 لقبا، مع تحية لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة من نجوم الفريق، وأيضا من السيد ألونسو مدرب فريق ليفربول، مدرب فريق ريال مدريد، لاعب فريق ليفربول السابق، لاعب ريال مدريد ولعب كذلك ريال سوسيداد في وضعية ممتازة يعيشها ريال مدريد على مستوى الانتصارات التالية على مستوى الليغا، وأيضا على مستوى انتصار صعب جدا كان على مارسيليا في الشامبيونز ليج. الآن دعونا نمر على مباريات البريمير ليج، ونبدأ كابتن وائل بلقاء برايتون وتوتنهام
فريقان تغيرا كثيرا عن الموسم الماضي، مع أسماء جاءت وأسماء رحلت. لقطة على قدوس الذي جاء من فريق ويست هام، وأمال توتنهام أصبحت أكبر مع استقدام واحد من أنجح مدربين في السنوات الماضية على مستوى البريمير ليج. فعلا تغيير ملحوظ يا محمد. توتنهام اللي أنهى الموسم اللي فات تقريبا في مركز 17 حاله اتغير تماما. تعاقد مع مدرب جيد أثبت وجوده في الدوري الإنجليزي. الفوز باليوروبا ليج كان في غاية الأهمية للاعب الشامبيونز ليج. طبعا وصله للتشامبيونز ليج، وده كان هدف رئيسي، وضحى بمباريات كتير، وده اللي هو نجح فيه وما نجحش فيه مانشستر يونايتد. ضحى بمباريات كتير في الدوري الموسم اللي فات على اساس انه يريح اللاعبين لليوروبا ليج، وقدر انه يفوز بيها في النهايه وشارك في الشامبيونز ليج. دعم الفريق بالمدرب ودعم الفريق بلاعبين وصفقات كتير. كان كمان حاطط عينه على لعيبه زي ايدزي لاعب اللي انتقل لارسنال، ولكن عوضه بتشافي سيمونز اللاعب لايبزيج لاعب الهولندي. فريق اصبح قوي جدا يا محمد على مستوى الاساسيين والبدلاء، ودي نقطه مهمه جدا. الفريق اصبح ليه شخصيه في ارض الملعب، فريق قوي دفاعيا جدا. اكتر من 3 مباريات لغايه دلوقتي ما استقبلش اهداف، او 4 مباريات فاز بالمباراه الاولى في الشامبيونز ليج. دي امور كلها تبين التحسن. برايتون فريق دايما عايش على انه يبيع لاعبين كل موسم، فبيفقد الانسجام والتناسق. بيضيف لاعبين كل موسم، ولكن لاعبين على ما بينسجموا الفريق بيكون اضاع بعض النقاط. فمباراه مش سهله للفريقين. اعتقد توتنهام عنده الفرصه الاكبر للفوز. توتنهام المرتبه الثالثه، برايتون المرتبه 13. الى لقاء ولفرهامبتون ليدز، الفريق الوحيد عبد العزيز الذي خسر كل مبارياته حتى الان. صحيح، ولكن اضاف الكثير من الصفقات الجديده. ربما احد ابرز الامور بالنسبه لولفرهامبتون هو تجديد عقد لارسنال اللي كان ربما مطلوب في نيوكاسل، ولكن بشكل عام كثير من الصفقات في الفتره الاخيره تحتاج الى الوقت لكي ينسجم، وايضا تجديد عقد المدرب فيتور بيريرا لمده 3 أعوام رغم عدم تحقيق لاي انتصار. يعتبر بان الفريق او النادي يثق في المدرب بشكل كبير لكي يتطور، والفريق يمتلك مجموعه جيده. اما بالنسبه لليدز يعني اداء كان جيد امام ايفرتون في بدايه الدوري، بعد ذلك خساره من ارسنال، خساره من فولهام، تعادل مع نيوكاسل. يريد على اقل تقديرا يعني يحاول حتى اللحظات الاخيره بان يبقى في الدوري، لديه الامكانيات للقيام بذلك، ولكن بشكل عام هي مباراه بالنسبه ما بين ليدز وولفرهامبتون ب6 نقاط، لان كل تاكيد كل الفريقين يريد حصد النقاط من الاخر، لان الفريق الخصم لا يعتبر بتلك الصعوبه. أذكركم بأن وولفرهامبتون مرتبة أخيرة دون أي نقطة في المركز 20، ليدز يونايتد مرتبة 16 ب4 نقاط وهو الضيف في هذه المباراة. أجواء ممتعة.